واشرب السوم، يمكن في شربه دوانة. دوس الحصى واشرب السوم، يمكن في شربه دوانة. ده الرزق والعمر مقسوم، والموت يجي فوانة. وحد يفتكر انا بقول دوس الحصى واشرب التوم، لا، انا بقول دوس الحصى واشرب السم. دوس الحصى واشرب السم، يمكن في شربه دوانة. وعلى فكرة شرب السم مش قاتل دائما، لأنه أحيانا شرب السم بيبقى ترياق من السم، ودي كان بيعملها الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. كان علشان زمان السيوف بتبقى مزجية بالسم، والضربة منها تجرح، السم ينتقل للجرح يموت على طول. فكان يقال انه سيدنا الامام علي وسيدنا الامام خالد رضوان الله عليهما اجمعين كانوا يحتسوا جزء من السم عشان كترياق مناعة يعمل مناعة بالضبط. وهو المصل دلوقتي اللي بيتعطي ضد الحصبة وضد البتاع هو نفسه بتاع الحصبة. فانا بقول دوس الحصى واشرب السوم، يمكن في شربه دوانة. ده الرزق والعمر مقسوم، والموت يجي فوانة، والموت يجي في أوانه يعني. نعود إلى الجوال سعد أبو ضو، تفضل يا أستاذ. مشينا الدون لقينا أوهام. مشينا الدون لقينا أوهام، والمقادير حكمت خططها. شوفوا ميلة الأيام، أسودها خافت من قططها. أيوة أسودها خافت من قططها. نعم يا سيدي. مشينا الدون لقينا أوهام، والمقادير حكمت خططها. شوفوا ميلة الأيام، أسودها خافت من قططها. يا سلام. ومشينا الماء. والله فكرتني على مربع كانوا قالوه زمان، كانوا بيقولوا الدنيا تجاريب تجاريب. أيوة، الدنيا تجاريب يعني. نعم. والهلف فارد يمينه. أيوة. واحيانا يقول لك الهلف فارد بعينه. أيوة. دنيا تجاريب والهلف فارد بعينه. شوف العنز رمحت ورا الديب لما قرنها بظ عينه. الله. ما هي الدنيا لما تختلف لما الزمن يختلف. ايوه يا سيدي تفضل. مشينا المايل ما ملناش. مشينا المايل ما ملناش، توفيق لبيدي ولا بيدك، وجار الوقت ما ملناش، عشمانين يعدلها سيدك. يا سلام، ان شاء الله هيعدلها. ان شاء الله هتعدل. ان شاء الله هيعدلها سيدك. ان شاء الله هيعدلها. نعم يا سيدي. مشينا المايل ما ملناش، ما عملناش زيه. توفيق. نعم. لا بيدي ولا بيدك. توفيق من الله سبحانه وتعالى. وجار الوقت ما مليناش، عشمانين يعلمها. وجار الوقت جار علينا الوقت. ما مليناش. الوقت اللي هو الزمن ما مليناش. الزمن ما مليناش. عشمانين يعدلها سيدي. ان شاء الله يعدلها سيدك ان شاء الله. نعم يا سيدي. ما تلعبش فيكم رجال. ما تلعبش فيكم رجال، نصيحة ليك وحياتك، الدنيا فنت كم رجال، اكسبها وقت حياتك. يا ريت تفصل لنا كم رجال وكم رجال. ما تلعبش فيكم رجال. الرجال دول شداد. نعم. ما تقربش على حاجتهم، ما تجيش عندهم يعني عند حصتهم. حصتهم ما تقربش عليه دول رجال. ما تلعبش في كوم الرجاله يعني. نصيحة ليك وحياتك. نعم. انت بتنصحه. الدنيا فنت كام رجال. فنت كثير رجال. يا سلام. اكسبها وقت حياتك. يا سلام. نعم. كلامي نصيحة ليك. كلامي نصيحة ليك، إبليس لنفسك ضناها، يا أخي ربك شفوق عليك، أشفق من الأم على ضناها. الله. تاني يا حبيبي. كلامي نصيحة ليك، إبليس لنفسك ضناها، يا أخي ربك شفوق عليك، أشفق من الأم على ضناها. يا ريت توضح ضناها الأولانية وضناها الثانية. إبليس لنفسك ضناها من الضنا التعب. أضناها. يا سلام. يا أخي ربك إبليس وراه غير الضنا وراه غير التعب. هو صحيح. نعم. يا أخي ربك شفوق عليك. نعم. أشفق من الأم على ضناها. يا سلام. أشفق من الأم على ضناها. أشفق من الوالد على ولده. لا صحيح. نعم. نعم يا سيدي. الروح للزينة في هودة جملها. أيوة.
يعني متعنا شويه. ايوه. الندل ما تعبنا. نعم صحيح. الزينه في هودج جملها من الصبح لما الليل مسيله. عمري ما شفت في جملها في الكون نادر مثيله. يا سلام جميل. نعم. الزينة في هودج جملها من الصبح لما الليل مسيله. لما الليل مسي. أيوة. عمري ما شفت في جملها في الكون نادر مثيله. يا سلام. الهودج والجمل يا ريت توصف لنا الهودج عشان الشباب او ابنائنا الشبان الجدد يمكن ما شافوش الهودج، ما شافوش الجمل. دلوقتي بنركب عربيات وطيارات وقطارات الجمل طبعا فوقيه الهودج. هو كان دائما زمان على ما نسمع مريم شفناش. ايوه نعم. على ما نسمع كان هو يحمل العروسه في الزفه. في هودج في هودج مربع معمول ومحلاي كده بحاجات وهو عباره عن اوضه صغيره خشب اوضه صغيره كده تقعد فيها العروس وعليها الزينات كده وعليه الزينات. نعم. تحمل عليها العروس تاخذ فيه العروسه لحد ما تروح بيت جوزها وبتاع. الهودج. نعم اسمه الهودج. وعلى فكره ليه اختاروا الجمل وما اختاروش مثلا الحمار او الحصان؟ لانه الجمل اولا يمشي بتؤده ويتمخطر وهو ماشي. والهودج نفسه كان بيتمايل على ظهر الجمل. والجمل وديع لا يرمح ولا ينفر ولا كده. فهم اختاروا الجمل واختاروه كمان لانه بيبقى اعلى من اي حاجه. الجمل اعلى من راكب الجمل، بيبقى اعلى من راكب الحصان واعلى من راكب الحمار، وبالتالي اعلى من اللي ماشيين. نعم. وهذا شرف كبير للعروس، انها العروس يعني تبقى مصانه في ده هودج اولا، وبعدين تبقى فوق الناس كلها علشان تبقى بعيده المنال وعلشان تتمخضر وتاخد وقت اكبر في المسيره. ودلوقتي احنا بنعمل ده على فكره. بنجيب الفرقه والعروس والعريس يبقوا حاطين ايديهم في ايدين بعض. نعم. ويتمخضروا. وفي اغنيه بتقول اتمخضري يا حلوه يا زينه، اتمخضري يا غاليه علينا. نعم. قبل كده. نعم. تفضل يا حاج سعد. قال الندل اديله عصافير. نعم. الندل اديله عصافير ومين يقدر على ملامنا. شوف فوق الشجر العصافير واقفه بفرح تسمع كلامنا. الله، هو العصافير فعلا، ويمكن الصوت طالع يا باشمهندس محمد جابر، صوت العصافير. الله جميل. العصافير الحقيقه بتزين الشجره بانها عامله فرح على جميل الشيء. والله. قول لنا المربع ده تاني. الندل اديله عصافير ومين يقدر على ملامنا. شوف فوق الشجر العصافير واقفه بفرح تسمع كلامنا. جميل. العصافير الاولانيه ايه والثانيه ايه؟ الندل اديله عصا يفر. الندل اديله عصافير ومين يقدر على ملامنا. شوف فوق الشجر العصافير واقفه بفرح تسمع كلامنا. يا سلام. نعم. ده واوين قلتهم رساء ومال يسمع رساء يا شيخ في اخي وفي اخوه عليه رحمه الله. نعم. تفضل. راح بريقنا وجملنا. راح بريقنا وجملنا، كان وجهه نادي وسامح، كان صبورنا وجملنا. يا رب اغفر وسامح. يا رب اغفر وسامح. يا رب اغفر وسامح. في حاجة تانية قلتها انت؟ قلت مربعين ولا واحد؟ عاكس معانا الشرد والراح. نعم. عاكس معانا الشرد والراح وعملنا للأطباء مراتب. والجسم السليم وين راح؟ دابولي فوق المراتب. يا سلام. يعني اسمح لنا ناخذ استراحة قليلة مع سماع فرقة الربابة للفنون الشعبية في مكان آخر. يا ليل يا عيني يا ليل
في باطني جرح، جوا الجوف بالراحة. دنا في باطني جرح، جوا الجوف بالراحة، وحسيت عقلي خرج وياه بالراحة، وهبهب علي المريسي من الجهتين بالراحة، وصبحت كيف زرع هف الشوب والمينا، وقعدت سنة حول لا زاد ولا مينا. يا هل ترى مركبي ترسي على مينا، وأمد رجلي وطول البر بالراحة. ده موال سباعي، واللي خلاني أقول هذا الموال السباعي ضيفنا الجوال سعد أبو الضو بيقول لي ده أنا نفسي أقول موال سباعي. الموال السباعي هنسمعه الأول من الجوال سعد أبو ضو، وبعدين أنا ما فكيتش الموال السباعي اللي قلته، فنسمع الأول سعد أبو ضو ونقدر نفك الموال السباعي ونقول خصائص الموال السباعي لو كان في وقت عند الباشمهندس محمد فاروق مدير التصوير. تفضل يا حاج سعد. سبع بعد ما كانت نظرة وشوفاله. نعم. وكل ناسه تعبوا على علاج وشوفاله. نعم. نبي بالراحة بالراحة عشان الموال السباعي عايز هدوء. تاني يا حاج سعد. سبع. أيوه. بعد ما كانت نظرة وشوفاله. وكل ناسه تعبوا على علاج وشوفاله. نعم. قالوا يا طبيب حتى علاج في الهند نشوفاله. يا سلام. يا رب باسم طبيب عرفنا وإلهم. خلي يزيح عنا ليالي النكد والهم. نعم. أتى الطبيب. أتى الطبيب يا خلق بسرعة قوام وهم. قال بهدلوا الهم ومش منظور شفاء. الله 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 الله. النبي كده يقول الموال تاني بالراحة وفك لنا الجنسات علشان أنا أتحدث مع السادة المشاهدين عن خصائص الموال السباعي. أنا سعيد إن أنا بسمع منك موال سباعي يا حاج. الله يبارك فيك يا عم سعد. تفضل. سبع بعد ما كانت نظرة وشوفاله. سبع بعد ما كانت نظرة وشوفاله. نعم. وكل ناسه تعبوا على علاج وشفاله. نعم. قالوا يا طبيب حتى علاج في الهند نشوفاله. يا سلام يا سلام. حتى علاج في الهند نشوف له. نعم. يا رب باسم طبيب زين عرفنا وإلهم. عايزين طبيب كويس. نعم. الهمنا. خلي يزيح عنا ليالي النكد والهم. نعم. أتى الطبيب يا خلق بسرعة قوام وهم. قال بهدلوا الهم ومش منظور شفاله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شفتوا قد ايه الجمال في الموال السباعي. وعلى فكرة الموال السباعي نوع آخر من الفن الشفاهي الشعري الشعبي الذي قاله الفنان الجنوبي. وأنا على فكرة كنت سمعت رأي من أحد النقاد بيقول إنه الموال السباعي اتقال في الوجه القبلي واتقال في الوجه البحري، لكن الوجه القبلي الموال فيه بيبقى حراق. نعم. بنفس التعبير. صح. بيبقى حراق ولاذع، لأنه هو بيقول البيئة نفسها بيئة قاسية وبيئة صخرية والشمس فيها يعني بنمسكها بإيدينا بنطولها بإيدينا. لكن لو رحنا بحري نلاقي الخضرة أكتر، الجبال ما فيش جبال، الأنهار بدليل إنه حتى النيل عندنا فرع واحد وفي بحري فرعين. وفي بحري فرعين. فالموال في بحري هادي وتتخلله الورود والياسمين والمية والوجه الحسن والخضرة، لكن احنا عندنا طبيعة تحكم. الطبيعة تحكم. يعني لما انا اردد الموال اللي انا قلته مرة تانية للسادة المشاهدين، بيقول لك دنا في باطني جرح جوا الجوف بالراحة. شوف في الباطن والجرح والجوف وبالراحة يعني بالراحة بي.
يعني برح بي من الألم، يعني زاد ألمه علي. بالراحة. دنا في باطني جرح، جوا الجوف بالراحة، وحسيت عقلي خرج وياه بالراحة. بالروح. بالروح بالضبط، الله ينور عليك يا حاج سعد. وحسيت عقلي خرج وياه بالروح. خرج وياه بالروح. هبهب علي المريسي من الجهتين بالراحة. شوف، هبهب علي المريسي، والمريسي دي كلمة جنوبية فعلا، وعندنا قرية اسمها المريس على فكرة. هبهب علي المريسي، تعرف لو في بحري كان يقول لك هفهف علي المريسي. احنا هبهب، انا اقول لك هبهب علي المريسي. من الجهتين بالراحة، يعني بالريح يعني. نعم. الحقيقة احنا سعدنا مع الجوال الجميل سعد أبو ضوة من قرية الحمدات الشرقية تبع إسنا محافظة الأقصر. والحقيقة احنا يعني بنتمنى احنا نلتقيك مرة ثانية، ونشكرك يا حاج سعد على فنك الجميل وإبداعك الطيب. شكرا يا حاج سعد. شكرا.